هو بصراحه كده لما باجي اعمل حلقه عن اي براند كوري ببقى متمزجه قوي. فالنهارده هنتكلم على براند كوري اسمه بيوتي اوف جوثيون. البراند ده عمل قلبان الفتره اللي فاتت في حاجات كتير قوي. السان بلوكس طبعا، كريم العين اكيد واتكلمنا عنه في القناه، وكمان عامل 4 سيرامات حكايه. ويجوا هنا اصحاب البشره الحساسه، يا نودي مش بنعرف نستخدم لا فيتامين سي ولا ريتينول، هنستخدم ايه؟ برضو الحل في الحلقه دي مع سيرم مميز جدا هشرحه في الاخر. وعشان انتوا متعودين دايما ان انا بخلص لكم القصه على طول وبقول لكم كل التركيبه والاستخدامات وانواع البشره، في اخر الحلقه اللي هيكملها معايا في ملخص كامل لكل سيرم ونوع الاستخدام بتاعه او فايده الاستخدام بتاعه ونوع البشره اللي ينفع تستخدمه. عشان ما اطولش عليكم، اللي لسه مش عارفني انا دكتور نادية، اعملوا لي سبسكرايب ويلا نبدا. وخلينا نكون متفقين ان السيرمز اللي هنتكلم عنها النهارده بيجمع ما بينها صفات مشتركه. اولا من اسم البراند بيوتي اوف جوثيون. جوثيون دي عباره عن حقبه تاريخيه كانت موجوده في اليابان من 600 سنه، بتعتمد في العلاجات عامه على الاعشاب الطبيعيه التقليديه. وفي عشبه هناك معروفه اسمها الهانبانج، ودي اللي موجوده في كل السيرمز اللي هنتكلم عنها النهارده، وبتعالج مشاكل كتير قوي في البشره. فلو هنتكلم على الحاجات الكومن اللي في الاربعه سيرمز بتوع النهارده، ان هم بارابين فري، سلفيت فري، الكحول فري، وفريجرنس فري. يعني ايه؟ يعني ما فيهمش كحول، ما فيهمش عطور، ما فيهمش بارابين، وما فيهمش سلفيت. فاحنا بنتكلم في حاجه طبيعيه 100% فعلا ليها تاثير وبتعالج البشره. ويلا نبدا مع اول سيرم. اول سيرم هنتكلم عنه هو السيرم الاخضر او الكالمينج سيرم بتاع بيوتي اوف جوثيون. اهم حاجه دايما هشرحها لكم في كل سيرم المواد الفعاله، مين البشره المناسبه لاستخدامه وتستخدمه ليه اصلا. فخلينا الاول نتكلم على المواد الفعاله. السيرم ده جواه 76% او 76% جرين تي ووتر اكستراكت، يعني خلاصه الشاي الاخضر. طبعا الشاي الاخضر معروف ان هو مضاد للالتهاب، مضاد للاكسده، هايل في علاج الحبوب. فبالتالي اي بشره معرضه للحبوب لما بتستخدم حاجه فيها شاي اخضر بيفرق معاها جدا في علاجها وعدم ظهورها مره اخرى. فبالتالي وطبعا مضاد للاكسده، فبالتالي اضافه تحفه. تاني حاجه جوه السيرم ده هي ال 2% بانثينول، جواه 2% بانثينول، واحنا عارفين ان ده فيتامين مهم جدا للبشره، خصوصا في اصلاح حاجز البشره وطبعا الترطيب، واحنا في الشتاء دي حاجه اساسيه ولا غنى عنها. والجميل كمان في السيرم ان جواه سنتيلا افياتيكا، ودي احنا عارفين انها ماده بتساعد على ترميم حاجز البشره. وكمان احلى حاجه في السيرم بسايدز كل المواد الفعاله اللي احنا لسه قايلينها ان هو خفيف جدا، امتصاصه حلو قوي، ولما بتحطيه على جلدك بيدي زي كولينج افكت او احساس بالسقوعيه كده، يعني اللي هو احساس بالانتعاش، خصوصا ان جواه الشاي الاخضر. طب مين اهم بشره ممكن تستخدمه؟ خلينا نقول ان هو مناسب جدا 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 لاول حاجه البشره الحساسه. لو انت بشرتك حساسه استخدام السيرم ده هيكون حلو قوي، خصوصا لو هي معرضه للحبوب. يبقى تاني بشره ينفع نتكلم عليها في السيرم الكالمينج سيرم، اللي هي البشره الاكني برون المعرضه للحبوب، البشره الدهنيه والمختلطه، والاهم على الاطلاق هو البشره الحساسه. طيب نستخدمه ليه اصلا؟ نستخدمه لو احنا عايزين ترطيب هايل البشره، لو احنا بشرتنا بتجف بسرعه خصوصا في فتره الشتاء زي ما احنا موجودين دلوقتي. نستخدمه لو احنا بشرتنا بتلتهب بسرعه. نستخدمه لو احنا بشرتنا حساسه ومعرضه للحبوب. نستخدمه لو احنا حاجز بشرتنا متضرر ومحتاجين حاجه تعالجه بسرعه. وتاني سيرم هنتكلم عنه اسمه الجلو ديب سيرم. ونركز هنا قوي ليه؟ لان في نوعين من الجلو سيرمز من بيوتي اوف جوثيون. واحد اسمه جلو ديب سيرم وده اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، والتاني اسمه جلو سيرم وده هتكلم عنه في اخر الحلقه عشان ما نتلخبطش، والاتنين مختلفين عن بعض خالص. الجلو ديب سيرم بقى تقريبا هو البيست سيلر كده من كتر ما هو جميل قوي في علاج التصبغات. ليه؟ لان جواه مواد فعاله بتساعد على ده. اهمها هو جواه 68% رايس بران اكستراكت او خلاصه الرز. واصلا لو احنا عارفين ان الجمال الكوري قائم بشكل كبير قوي على خلاصه ميه الرز، ودايما بيقولوا انها سبب البشره الزجاجيه او الكلير سكين البشره الصافيه، وطبعا تقليل حجم المسام. وده يعتبر العنصر الاساسي في السيرم اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الجلو ديب.
كمان تاني حاجه مهمه جدا 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 هو 2% الفا اربيوتين او 2% الفا اربيوتين. واهم حاجه اصلا الالفا اربيوتين بيعملها هو علاج التصبغات وتوحيد لون البشره. عشان كده بقول لكم هو بس سيلر، لان ناس كتير قوي بتكون بتعاني من التصبغات ومش عارفه تبدا بايه، وقلقانه من حساسيه، زي مثلا لو حد قلقان ان هو يبدا يستخدم فيتامين سي، طبعا ده اختيار امن ومناسب جدا ليه. وخليني اقول لكم ان هو ملمسه خفيف جدا، واي بشره تنفع تستخدمه، وينفع تدخليه في السكين كير روتين عادي خالص. فبرضو نجاوب على اهم سؤالين احنا قايلينهم على كل سيرم. مين اللي ينفع يستخدمه؟ السيرم ده كل اصحاب البشره، اي نوع بشره ينفع تستخدمه، حتى البشره الحساسه اللي قلقانه من فيتامين سي. طب نستخدمه ليه اصلا؟ لو انت بشرتك باهته، لونها مش موحد، بتعاني من التصبغات باي شكل من الاشكال، تقدري تدخليه في الروتين بتاعك وهتشوفي افكت هايل في علاج التصبغات. وتالت سيرم هنتكلم عنه هو سيرم الاصلاح والتنوير او الريبير سيرم. حاجه كده مجرمه فعلا من البراند ده، عجباني قوي قوي وتركيبتها فعلا مميزه، هنتكلم عنها دلوقتي. بس الاول ما تنسيش تعملي لايك للفيديو ده، وطبعا تعملي سبسكرايب للشانل عشان تتابعي كل حاجه جديده انا بنزلها. والاهم بقى ان انتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام. انا كلمت بنات كتير قوي وعملنا مع بعض سكين كير روتين مفصل لكل واحده حسب حالتها، بنشارك مع بعض الستوريز وبنشارك مع بعض اليوم. بجد كوميونتي حلو قوي، فهستناكم هناك. بصوا بقى الاختراع الجاي ده بجد، الريفايف او الريبير سيرم. ده عباره عن السيرم اللي لونه بني، تمام، جواه تركيبه بيتهيالي مش موجوده في اي سيرم خالص من الاربعه اللي هنتكلم عنهم او بنتكلم عنهم دلوقتي في الحلقه، لانه مختلف جدا. جواه تقريبا كل حاجه انت محتاجاها كمضاده للتجاعيد. فاي حد بشرته بتعاني من ان علامات تقدم عمر، بتعاني من ساجنج، سكين ساجنج او تهدل في البشره، بتعاني في خطوط وجه تعبيريه، عايزه تحفز انتاج الكولاجين باي شكل من الاشكال، السيرم ده مناسب جدا. خلينا نتكلم على التركيبه. تركيبته اول حاجه البيز بتاعها هو خلاصه عشبه الجنسنج او 63% جنسنج اكستراكت. عامة الجمال الكوري برضو بيعتمد على الأعشاب الطبيعية زي ما اتفقنا، والجنسنج واحد من الأعشاب اللي دايما بيستخدموها لأنه بيحفز إنتاج الكولاجين، بيقلل علامات تقدم العمر، بيساعد على إن البشرة يكون ملمسها أملس كده وناعمة، وكمان بيديها لون ما بتكونش باهتة لأنه بينشط الدورة الدموية. حتى في أقراص جنسنج احنا بناخدها عامة عشان ننشط الدورة الدموية في جسمنا، خصوصا للناس اللي أطرافها بتزرق في فترة الشتاء. فبالتالي عرفنا إن الجنسنج فعلا مفيد قوي. تاني حاجة موجودة هو 3% سنيل ميوسن او خلاصة الحلزون، وتقريبا اشهر براند كوري عامل القصة دي واحنا عارفينها هو كوزركس. ولكن وجوده في سيرم يعالج عامة يعني انتي ايجينج سيرم بتفرق جدا. وكمان الحلزون معروف عنه ان هو فيه نسبة عالية جدا من الهيالورونيك اسيد، فبيديكي ترطيب محترم جدا وبيعالج خطوط الوجه التعبيرية الخفيفة، وطبعا اضافة تحفة في السيرم. وخليني بقى اقول لكم انه مش بس كده، لا، ده جواه جلايكوليك اسيد، جواه ليكوريش اكستراكت او خلاصة العرقسوس، جواه بيبتايدز او الاحماض الامينيه اللي بتساعد على انها تقلل علامات تقدم العمر، وكمان جواه نياسيناميد. انتوا متخيلين؟ يعني احنا بتهيألي مش عايزين اي حاجه تانية لو استخدمنا الريفايف سيرم في الروتين بتاعنا كمضاد للتجاعيد. طيب بما اننا قلنا ان جواه سنيل ميوسن، فانا هقول لكم ان ملمسه تقيل، السيرم ده مش خفيف، وطبعا ملزق طبيعي جدا بسبب السنيل ميوسن، فهو مناسب لكل انواع البشره. ولكن البشره الدهنيه جدا لا. ليه؟ لانه فعلا تقيل، يعني امتصاصه بياخد وقت زي ما احنا شايفين كده، مش سهل زي بقيه السيرمز او مش لايت ويت. فبالتالي هو مناسب لكل انواع البشره اللي عايزه يكون شكلها اصغر تستخدم حاجه مضاده للتجاعيد، ولكن البشره الدهنيه ما يفضلش ان احنا نستخدم. بقى خليني اقول لكم انه للبشره الجافه بجد نمبر 1، لان هو بيساعد على الترطيب بشكل هايل خصوصا في فتره الشتاء. فلو انتوا هتقولوا لي نرتب كده انواع البشره اللي تستخدموا، هقول لكم طبعا البشره الجافه اول واحد، وبعدين تيجي تحتها بقى المختلطه وهكذا لحد الدهنيه اخر واحده لو شتيته الدهنيه بلاش. والسيرم الاخير اللي قلنا هنتكلم عنه وناخد بالنا ان احنا ما نتلخبطش ما بينه وما بين الجلو ديب هو الجلو سيرم.
الجلو سيرم ده سيرم مخصص لعلاج الحبوب، يعني يعني التركيبه بتاعته بتعالج الحبوب سواء موجوده او اثرها، لانه جميل جدا جواه. يعني هو بسيط قوي في تركيبته ولكن فعلا جميل جدا. جواه 60% او 60% بروبوليس او خلاصه شمع العسل. وشمع العسل معروف ان هو مضاد للبكتيريا، مضاد للالتهاب، بيساعد في علاج الحبوب سواء هي حمراء ملتهبه او حتى بقالها فتره. بجد من اكتر الحاجات الحلوه جدا، بسايدز ان هو بيرطب البشره بشكل جيد. كمان جواه 2% نياسيناميد، واحنا عارفين ان النياسيناميد كويس جدا في توحيد اللون، في تقليل المسام، مضاد للاكسده، محفز للكولاجين، وكمان له دور فعال في علاج الحبوب. فبالتالي الاثنين مع بعض فعلا بيفرقوا لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه معرضه للحبوب. ولكن بما اننا بنقول ان هو خلاصه شمع العسل، فاكيد هو تقيل وبرده ملزق، فعشان كده بقول لكم يعني لو بشره شديده الدهنيه بلاش تستخدمه قوي. يعني هي لو معرضه للحبوب ممكن، ولكن امتصاصه هيضايقها، يعني ممكن تفضل بقى تتاب كده شويه كتير لحد لما بشرتنا تمتصه. ولكن البشره المختلطه المعرضه للحبوب هو ممتاز جدا جدا ليها. وبرده البشره الجافه اللي معرضه للحبوب، وده لاحظته كتير قوي بيجيلي على الدي امز او الانبوكس بتاعي في الانستجرام، ان بشره جافه ومعرضه للحبوب كتير، فبالتالي السيرم ده هيكون مناسب قوي ليه. واللي كمل لحد هنا عايزاك تكتب لي في الكومنت عايش يا نودي، ويلا بينا نشوف ملخص لكل اللي لازم اديكم مراجعه ليله الامتحان زي ما احنا متعودين، او الحاجه اللي تخلوها معاكم عشان لما تعوزوا تشتروا اي سيرم من السيرمز ما تقعدوش تتفرجوا على الحلقه كلها وتاخدوا الملخص بتاعها ويفضل معاكم على الموبايل كسكرين شوت. فخدوا بقى سكرين شوت للي انا حطاها لكم دلوقتي دي، ويلا نراجعها بسرعه مع بعض. اول حاجه احنا قلنا الكالمينج سيرم او السيرم الاخضر، ده بتستخدمه البشره اللي معرضه للحبوب، البشره الحساسه، لان هو مرطب وخلاصه الشاي الاخضر بتفرق فيه. تاني واحد الريفايف او الريبير، ده مضاد للتجاعيد هايل جدا وممكن كل انواع البشره تستخدمه. تالت واحد هو الجلو ديب، وقلنا نفرق ما بينه وما بين الجلو بس ده علاج للحبوب لان جواه البروبوليس اكستراكت وكمان النياسيناميد، بيفرق جدا في موضوع علاج الحبوب، مناسب لكل انواع البشره. اما بقى الجلو ديب وانا بقول لكم ده هو البست سيلر اللي جواه الفا اربيوتين 2%، بنستخدمه في علاج التصبغ. الحلقه تكون عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وهستنى منكم تتفرجوا على البلاي ليست بتاع كل المنتجات الكوري اللي انا عاملاها، وبرده هحط لكم اسئله الحلقه الجايه انتوا حابينها عن ايه. انا جبت سيرامات شي ان الكوري، واحنا عارفين ان شي ان معانا مش في المقاطعه، وعاملين سيرمز بجد رخيصه قوي واي حد ليه اكسس عليها وورد وايد، يعني تقدري تجيبيها من اي حته انت في العالم تقريبا، واسعارها مش رخيصه. في حاجات فعلا طلعت حلوه قوي، وفي حاجات بصراحه طلعت ما تستاهلش خالص. فقولوا لي لو انتوا عايزين الحلقه دي تكون هي الحلقه الجايه، ولا نستنى شويه ونفضل نتكلم على المنتجات الكوري. واشوفكم في الحلقه الجايه.